اقسم بالله كاين الفلوس في الانترنت. هو يقطع قلت لك لا ما يقطع حياته قطعت تبقى هو يقطع. خويا اختي الحياه قصيره وخاصك تخلي فيها شي لعيبه، خاصك تخلي الاثار ديالك قبل ما تموت، لانه الحياه قصيره بزاف لدرجه انه دغيا الانسان تيموت. وهذا الشيء اللي واقع مع الياس المالكي. الياس المالكي الاخوان خلى الاثر ديالو في الويب المغربي وخلى الاثر ديالو في السوشيال ميديا اون جينيرال. والياس المالكي هو بمثابه فيلسوف العصر. غتقول لي علاش بمثابه فيلسوف؟ هادشي اللي غنشوفو في هذا الفيديو. ليتس جو. انا راسي علامه. كاين الناس كتخدم 18 ساعه 20 ساعه من اجل 2000 درهم استخدام. كانت ما فخورش الله يلف خباري. الياس المالكي، شكون فينا ما تيعرفش هاد خونا اللي تيبان قدامكم؟ الياس المالكي هو احد اكبر لي ستريمرز العرب واحد اكبر لي ستريمرز في شمال افريقيا والشرق الاوسط. تخيلوا معايا الاخوان ان الياس المالكي في احد الايام طلع هو الاول في الستريم العالمي وتفوق على ايشو سبيد. تخيلوا معايا ان الياس المالكي استطاع انه يتفوق على احد اكبر لي ستريمر في العالم الا وهو ايشو سبيد. اليوم غنشوفوا الفيلسوف ديال العصر او لا فيلسوف العصر الا وهو الياس المالكي. كلشي مؤخرا تيسول على الياس المالكي، فين هو الياس المالكي، فين غبر، واش مات، واش الى اخره. كل واحد وكيفاش تيتساءل، لدرجه انه خرجوا بزاف ديال الاشاعات مؤخرا تيقولوا بان الياس المالكي رجع للسوشيال ميديا، ولكن هادو مجرد اشاعات الاخوان. بلان ما فيه انه واحد الجزائري ولا واحد لا بيرسون جزائري هو اللي تيشبه الياس المالكي وناط بزاف ديال الروينه والبلبله حاليا في السوشيال ميديا بحكم ان هاد خونا تيشبه الياس المالكي. اليوم الاخوان غنشوفوا بزاف ديال لي جينيراسيون اللي انتقدوا الياس المالكي، وغنشوفوا بالضبط علاش تنقول بان الياس المالكي هو فيلسوف حقيقي. دونك الاخوان خاصكم تعرفوا باننا تنعيشوا في واحد الزمن ديال لا تكنولوجي، واحد الزمن ديال الرقمنه. دونك الا ما دخلتيش في هاد الطيار ديال الرقمنه والديجيتاليزاسيون الى اخره فراك حنيني ولا احنينتي راه فاتك الكار ديال بصح وتما بقيتي الا ما دخلتيش لا تكنولوجي. دونك الاخوان كاين واحد الصدام حاليا ما بين جوج ديال لي جينيراسيون. لا جينيراسيون الاولى هي الناس القدام اللي تزادوا ما بين الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات، ولا جينيراسيون اللي تزادوا في 2000 وانت طالع. دونك كاين واحد الصدام حاليا وكاين واحد الصدام ثقافي ما بين هاد الجوج. فمثلا كتلقى الدري تيبغي يدير شي لعيبه في الديجيتاليزاسيون، كتلقى الوالدين ديالو ما تيخليوه بحكم ان هاد الشيء حرام، بحكم انه هاد الشيء غير مضيعه للوقت. الا انه شفنا بانه بزاف ديال الناس ولاو مثلا تيديروا ستريم، بزاف ديال الناس ولاو تيدخلوا لهاد البلان هذا ديال صناعه المحتوى الاي كوميرس الى اخره. وهنا غنجبدوا البلان ديال الياس الاخوان. ناضوا بزاف ديال المغاربه مؤخرا وقالوا بان الياس المالكي يفسد عقل الشباب المغربي، وخصوصا لا جينيراسيون ديال 2000 2001 2004 2006 وانت طالع. خاصكم تعرفوا الاخوان ان الياس المالكي مسيني واحد الكونطرا مع واحد الشركه سميتها كيك. هاد الشركه هادي تخيلوا معايا داروا معاه مبلغ خيالي واللي كتوصل القيمه ديالو تقريبا، هو قالها براسو في واحد الستريم اولا في واحد اللايف، قال بان هاد المبلغ تيوصل لحوالي 2 مليون ديال الدولار الا وهي 2 مليار سنتيم مغربيه. فتخيلوا معايا الرقم الاخوان، 2 مليار سنتيم مغربيه لمده عامين تقريبا او 3 سنين. دونك الاخوان هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الياس المالكي فريمون ذو واحد المكانه في الويب المغربي. وماشي غير هذا الشيء، استطاع انه يجوجي بزاف ديال الشباب وبزاف ديال الشباب تانفلونساو منه. وهذا البلان اللي واقع مع الياس المالكي الاخوان حاليا، حيت ناضوا بزاف ديال الناس تيقولوا بان الياس غبر حيتاش دار داك البلان وضرب داك خونا وديك المطيفه هي اللي داتو الهاويه وهي اللي دمرات اليوتيوبر المغربي الياس المالكي. لا الاخوان راه الامر اكبر من هذا الشيء هذا، لانه انا من وجهه نظري تنقول الاخوان بان اللي دمر الياس المالكي واللي خلاه انه يغبر هما بزاف ديال الناس واللي هما الناس القدام. مع احتراماتي للناس القدام الا انه هاد لا جينيراسيون ديال الناس القدام ما تقبلوش الياس المالكي وما تقبلوش بانه تيخص الهضره. وماشي اول يوتيوبر تيخص الهضره هو الياس المالكي، فراه كاين الصابيري، كاين سكوزا الى اخره. مثلا سكوزا راه كان تيخص الهضره شويه طاحوا المهم واحد الروينه راه يلاه بدا تيرجع عاوتاني. دونك الياس المالكي الاخوان اللي خرج عليه بالدرجه الاولى هما الناس اللي سالاري، الناس اللي تيتخلصوا 5000 6000
7000 درهم في الشهر، والناس اللي ما عندهمش العقليه ديال الويب والناس اللي ما عندهمش العقليه ديال الانترنت بصفه عامه. وهذا البلان راه طرا مع الفيلسوف اليوناني سقراط. غنبقى نجبد هذا الفيلسوف هذا في لي فيديو ديال الاخوان، لانه كنلقاو سقراط في كل زمن. نقدروا نلقاو واحد سقراط في 2060، نقدروا نلقاو واحد سقراط في 1980، نقدروا نلقاو سقراط في اي زمان وفي اي مكان، لانه سقراط نفس البلان اللي كان واقع مع الياس المالكي حاليا شفناه طاري مع سقراط. فسقراط كان تيقري التلاميذ ديال اتينا، وكان تيقري التلاميذ ديال الناس اللي لاباس عليهم السياسيين في اتينا. فدونك سقراط جاب مجموعه من الافكار جديده على المجتمع الاتيني او المجتمع اليوناني ما تقبلوش ديك الافكار اللي جاب لهم سقراط، لانه في ديك لا بيريود انتشرت واحد الثقافه ديال الميثولوجيات، يعني الالهه، تعدد الالهه. من بعد جاب سقراط واحد التفكير ديالو خاص به، الا وهو الجدل السقراطي، وبدا تيجادلو تيحاور التلاميذ ديالو، وتيقول بانه انا لا ادعي المعرفه، او لا انا لا ادعي الحقيقه، يعني الفيلسوف الحقيقي هو الذي لا يدعي الحقيقه. من بعد سقراط غادي يتعرض القتل ولا الاغتيال من طرف مجموعه من الاتينيين ومن طرف الناس دي سالاري، الناس اللي تيشدوا الصالير كل شهر. دونك سقراط كانت عنده واحد لا بيرسوناليتي اللي في شكل، ونفس البلان تقريبا تيوقع حاليا مع الياس المالكي. الياس المالكي الاخوان حاليا ناضوا بزاف ديال لا جينيراسيون القديمه وقالوا بان الياس المالكي يفسد عقل الشباب المغربي حاليا، بحكم انه تيخسر الهضره، بحكم انه تيضيع الوقت. ولا ما راه الناس خاصهم يفهموا بان الياس المالكي راه كان تيصور الفلوس صحيحه وتيصور البينغا صحيحه من السوشيال ميديا، خصوصا من البلاتفورم ديال تويتش الى اخره. وهذا ماشي لي كولابوراسيون الاخوان، كان تيصور بزاف. من هنا لقدام حتى انا غنبقى من هنا لقدام يقدر انني نخسر الهضره باش نكونوا واقعيين، لانه لا جينيراسيون اللي طالعه خاصنا نعريو الواقع. وانا اللي تنهضر معكم الان الاخوان راه غادي يجي واحد النهار غادي نبقى نخسر الهضره باش نبين الواقع الحقيقي. دونك هذا بلان اخر. اجيو معايا الان نرجعوا للبلان ديال الياس المالكي. الياس المالكي الاخوان راه كان تيصور مع البلاتفورم ديال 1 اكس بي، راه تيصور الملايين، اون فيت راه تيصور ايضا الفلوس صحاح في الستريمات اللي تيدير في يوتيوب. وهنا ناضوا ليه بزاف ديال الناس وقالوا بانه لا، لدرجه انه الياس المالكي في احد الستريمات ديالو او الفيديوهات ديالو قال بان واحد الاستاذه قالت ليه، ديك الاستاذه جوبونس هي استاذه ماده الفرنسي او الفرنسيه، قالت لإلياس بحسب الاقوال ديالو طبعا، قالت لإلياس بانك ما غادي تصور والو في الحياه ديالك، ما غاديش توصل، انت غتكون واحد الشاب اللي فاشل في حياته. وفي احد الايام شفنا إلياس بدا تيسخر من ديك الاستاذه ديالو، بحكم انه سينا واحد الكونطرا ديال 2 مليار سنتيم. تخيل معايا الاستاذه يلاه كتقبض واحد 5000 درهم، كتخرج كتغوت في الشارع مثلا باش يلاه يزيدوا ليها واحد 1500 درهم ولا 2000 درهم. الياس المالكي راه كان تيصور الملايين باش نكونوا واقعيين. دونك كاين واحد الصدام حاليا ما بين جوج ثقافات كيف ما قلنا في البدايه ديال هذا الفيديو الاخوان، اللي هما الثقافه ديال الناس القدام او لا الوالدين ديالنا، والثقافه ديال لا جينيراسيون اللي يلاه طالعه. راه شحال من دري انا تنعرفوا الاخوان تيبغي انه يبدا مثلا يدير شي لعيبه في الانترنت، ولكن تيلقى المشكل مع الوالدين ديالو ما تقبلوش ديك الفكره ديال انه خاصك دير ستريم، خاصك تصور الفيديو مثلا، خاصك دير الاي كوميرس. هما داك الشيء جاو مغرب، فهمتيني، واحد الحاجه اللي هي ثانويه في الحياه، ولكن لا غياليتي الاخوان راه شيء اخر. دونك مثلا الى جبنا البلان ديال الرابور المغربي الجراندي توتو راه مثلا كان وقع عليه واحد البلان ملي دوا على الحشيش وقال بان الحشيش عادي، وانا ما تنجوز حتى شي واحد باش انه يضرب الحشيش. وفريمون الا جينا للواقع الاخوان غنلقاو مثلا الجراندي توتو جاب واحد لا ميثود ديالو في الحياه، لانه هذا الشيء تنشوفوه في الشارع، لانه الانسان ولا منافق. علاش حنا منافقين؟ لانه الشعب المغربي اون جينيرال او لا البعض من الشعب المغربي خصوصا دوك الناس القدام منافقين. كتلقى مثلا راه تيسمع هاد الهضره في الشارع مثلا تيدخل للويب وتيقول باننا خاصنا نمنعوا هاد الهضره هادي، راه هضره عاديه. ما عجبكش مثلا المحتوى ديال الياس المالكي او المزيكا ديال الجراندي توتو، ممكن اخويا انك تخرج وتمزك لشي واحد اخر مثلا نعمان الحلو، ممكن انك تخرج في الستريم ديال الياس المالكي سير اخويا تفرج في الروتين اليومي. وهاد الناس الصراحه منافقين بزاف، خصوصا صحاب اللحيه. وماشي كلشي،
اصحاب اللحيه الاخوان تحياتي لهم، انا احترمهم، ولكن كاين واحد النوع في هذه الكليكه هذه منافقين بزاف لدرجه انه كتلقى ستاتيستيك ديال الاحصائيات ديال الناس اللي تيشوفوا. انا تندخل صراحه تندخل السوشيال بليد وتنحاول انني نجبد دوك القنوات ديال الروتيني اليومي ونشوف الناس اللي تيكونسوميو هذا المحتوى، لدرجه انه لقينا بزاف ديال الدول الاسلاميه والدول اللي تيناديو وتيتظاهروا بالدين الى اخره تيكونسوميو هذه النوعيه هذه ديال المحتوى. دونك الاخوان اللي بغيت نبين ان الياس المالكي بصفه عامه، باش نحاول انني نلخص، حيت بزاف ديال الناس يقولوا بانني تنطول الفيديو، لانه كان كيف ما تعرف الجميع كاينه واحد الثقافه ديال التيك توك حاليا، خاص الانسان يجيب المعلومه في دقيقه. وبقى معايا باش تفهم الحقيقه، اللوكس ديال الحقيقه، لانه من هنا للقدام انا غنقدر، من هنا للقدام تنقول، وخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. من هنا للقدام غندير شي ماتيريال شويه وغنبدا ندير تويتش حتى انايا ونخسر الهضره، وعادي جدا. تقدر ما تقبلوش الواقع، الا انني هاد لاشين هادي غنحاول انني نعري الواقع بمعنى الكلمه. راه ما كاين لا تصنع، ما كاين لا سكريبت لهم يحزنوا، باش نكونوا واقعيين. دونك باش نحاول انني نلخص الاخوان، الياس المالكي هو واحد لا بيرسون اللي صنع الشخصيه ديالو لدرجه انني تندخل حاليا لي ستريم ديالو تلقى الناس تيعلقوا بالدقائق، بالثواني، بالسوايع، تيقولوا ارجع يا الياس المالكي. كتلقى شباب بزاف هما اللي تيعلقوا باش يرجع الياس المالكي، لانه هذه ثقافه الاخوان. راه مثلا الا مشينا للامريكان، اي شو سبيد مثلا الستريمر الامريكي المشهور والعالمي، هو اللي جا في اللايف الاول في العالم من حيث ستريم، راه غادي نلقاو خونا هذا راه هربان بمعنى الكلمه، وتانفلونسو منه بزاف ديال الشباب. باش نكونوا واقعيين الاخوان، دونك سقراط، انا تنحط سقراط والياس المالكي في نفس المرتبه، لانه سقراط اللي دمر الكارير ديالو هما الناس ديال اتينا، هما السياسيين، هما دي السالاري، هما دوك الناس اللي تيتخلصوا بالصالير. في المقابل غنلقاو ايضا الياس المالكي اللي دمر الكارير ديالو هما دي السالاري، الناس اللي تيتخلصوا كل شهر. وفوالا الاخوان، كنتمنى انه وصلت لكم الفكره او وصلت لكم الرساله كيفاش دايره. دونك الياس المالكي راه واحد الستريمر اللي كنتمنى صراحه من وجهه نظري، كنتمنى انه يرجع، لانه تيعري الواقع، على الرغم من انه تيخسر الهضره، وهذا الشيء راه عادي. راه كتخرج للسوق، كتخرج للدرب عندكم اولا الحي، كتلقى تخسر الهضره وكتلقى اي حاجه. دونك هذه واحد الحاجه اللي هي يونيك، واحد الحاجه اللي هي بازيك الاخوان، وحاجه اللي هي عاديه. ما عجبكش اخويا داك المحتوى ما تفرجش فيه. دونك اليوم جبت لكم سقراط وحطيته في المرتبه ديال الياس المالكي، وفي الفيديوهات الجايين راه غنبقى نذكر بزاف سقراط، بحكم ان الفيلسوف اليوناني سقراط فريمون تعرض او لا عرض الحياه ديالو للخطر باش يوصل الحقيقه. هادشي اللي كاين الاخوان، خليو لي الاراء ديالكم في التعاليق. كان معكم سيزيف، حاولوا تسيبورتيو هذا المحتوى هذا الى عجبكم المحتوى، وحاولوا تخليوا لي المحتويات او المواضيع اللي تبغيو نهضر عليها من هنا لقدام. هادشي اللي كاين، تهلاو.